السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة جميل جدا جدا ويستاهل ان انتوا تعملوا لايك وتعملوا له مشاهدة كمان. صلوا على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. وتعالوا نشوف فيديو النهاردة. فيديو النهاردة يا بنات زي ما انتوا شايفين، طبعا مش محتاجة ان انا اقول. فيديو النهاردة بيتكلم عن نفسه. عملنا الليفت او مخلل الليفت. عايزه اقول لكم انا اشتريت الليفت ده من السوق، اخدت الورق بتاعه عملته محشي. الله عليه في المحشي بصراحه بيكون جميل جدا جدا. طبعا اللي جربه عارف انا بقول ايه، عارف طعمه عامل ازاي وقد ايه هو جميل جدا. طبعا زي ما كلنا عارفين او زي ما قلت لكم، اللي جربه هو اللي عارف الطعم. محشي الليفت جميل جدا جدا. طبعا عندنا بنعمل محشي ورق ليفت، وممكن نعمل كمان ورق الخاص يا بنات. انا عايزه اقول لكم يعني الحاجات دي جميع الورقيات بنعملها محشي بتبقى جميله جدا جدا، اللهم بارك يعني. طيب ما تيجي نشوف فيديو النهارده بيقول ايه. فيديو النهارده جبت الليفت وغسلته. غسلته الاول قبل ما اشتغل فيه خالص، يعني مجرد ما جبته من السوق فضيته كده في الطبق ورحت غسلته كويس جدا. نزلت منه بيبقى فيه طينه بقى ومش نضيف. غسلته كويس جدا وبعد كده حطيته كده على جنب. وهقول لكم احنا هنغسله كذا مرحله مش مرحله واحده. بس اول مرحله زي ما قلت لكم، اول ما اشتريته من السوق رحت جبته ايه وغسلته الاول. وزي ما انتم شايفين كده بدات بقى ايه، اقطع فيه بالقطاعه عشان تديني الاشكال الجميله اللي انتم شايفينها دي. طيب اللفت هقولك تشتريه ازاي. اول ما تلاقي اللفتايه طريه في ايدك، اللفتايه الطريه دي كويسه، يعني ما بتكونش كبيره في الحجم. كبيره في الحجم دي بتتاخر في التسويه، بتلاقيها ناشفه كده ومجلده في ايديكي، مجلده. لا ما تجيبيهاش، اضغطي عليها كده بصوابع. كنت بتشتري اللفت هتلاقيها طريه معاكي، يبقى دي كويسه، دي تشتريها. مش شرط بقى تكون كبيره وصغيره في الحجم، بالعكس ممكن تكون لفتايه كبيره وطريه، مش ناشفه. الناشفه هي اللي بتبقى مش حلوه. شايفين اللفت اللي انا اشتريته احمر ازاي؟ اللفت الاحمر ده يا بنات بيكون حلو جدا جدا في التخليل. كمان بالاضافه ان انت ممكن ما تضيفلوش بنجر او لون، ممكن يديكي هو اللون الاحمر لان هو لفت احمر. تمام كده انا بوريكم بقى انا اشتغلت فيه ازاي. بعد ايه المقطع اللي فات دوت، بشيل الشوائب كده من البوز الاولاني، وبعد كده بشيل الاطراف برضو بالشكل دوت. والعنق دي لو انت مش بتحبيها مخلل ممكن تستغني عنها عادي. انا بحبها مخلل فبروح مقطعها كده زي ما انتم شايفين، قطع صغيره يعني ايه قد الصباع كده. تمام. فاروح مقطعاها العنق بتاعت اللفت، وابدا بقى ايه بالسكينه اشيل الشوائب كلها. لو في بقى حته زياده في اللي هي بتبقى الشعيرات دي في الجناب بشيلها وبنضف اللفت خالص. ببدا بقى اقطعه زي ما انتم شايفين برضو كده شرايح بالسكينه، باخدها بالعرض مش بالطول، واديها شرايح كده وبعدين اقطعها بالقطاعه بتاعتي. طيب مش عايزه، مش هتعملي بالقطاعه او ما عندكيش قطاعه، عادي خالص بالسكينه حبيبه قلبي. قطعيها بالشرايح كده زي ما انا عملت وبالسكينه وقطعيها. هتطلع معاكي الحمد لله، يعني تطلع معاكي حلوه وجميله زي الشكل اللي انت بتحبيه بالظبط، تشتغلي عليه. القطاعه دي ممكن تقطعي بيها المخلل زي ما انتم شايفين كده. وممكن كمان في قطاعه تاني اللي هي عارفين القشاره بتاعت البطاطس، بيبقى في القاعده بتاعتها كده برضو نفس الشكل بتاع القطاعه، ممكن تقطعي بيها برضو. تمام كده احنا وصلنا بقى لتالت مرحله في اللفت. بعد ما قطعناه كله خالص بجيبه كده وبحطه في الطبق وارش عليه بقى ملح. هترشي ملح قد ايه هقول لك بقى. لو انت ما شاء الله الكميه اللي انا جايبه حوالي 6 كيلو، 6 كيلو من اللفت، برش عليهم كده الملح من على الوش. طبعا الخطوه دي مهمه جدا، لان رش الملح على اللفت بالشكل ده، تفضلي تقلبيه وتنطقي كده الطبق زي ما انا بعمل كده وتقلبيه، او تقلبيه بايدك عادي يعني مفيش مشكله. بعد كده بعد ساعتين او 3 ساعات، وممكن كمان تبيتيه تاني يوم لو انت عاملاه من بالليل، طبعا مش من الصبح لتاني يوم. الصبح ده كتير قوي بصراحه. لا اللفت بالذات هو عامل زي البتنجان بيسود، فاحنا بس بندي مرحله الملح دي علشان ينزل المرار اللي فيه. تمام. بنسيبه كده من ساعتين ل3 ساعات. وممكن لو قلت لك لو انت مثلا عاملاه بالليل مثلا الساعه 10 11 بالليل، هتسيبيه لتاني يوم الصبح وتبداي ايه تشطفيه بقى تاني يوم. تاني يوم بقى او بعد ساعتين 3 زي ما قلت لكم بنبدا نشطفه من الملح اللي كان فيه. بنصفي الملح ونشطفه شطفه كويسه، وبعدين بقى هقول لكم نعمل فيه ايه. كده انا بوري لكم بقى بعد ساعتين زي ما قلت لكم الميه فيه كلها اهي بالشكل دوت. دي الميه اللي نزلت من اللفت بعد ما رشينا عليه الملح. بينزل الملح بيمص كل المرار اللي فيه، فبينزلها بقى، بينزل كل الميه اللي مش كويسه في اللفتايه، فتكون كده بقى ايه خلاص تمام.
لو تلاحظوا ان هي لونها، شايفين لونها مش ابيض، لونها بامبا كده على خفيف او بنفسجي، لان زي ما قلت لكم اللفت اللي انا اشتريته دوت كان لونه احمر وعجبني جدا جدا وكان جميل. اللهم بارك كده. اول ما شفته الصراحه ما كانش في دماغي خالص ان انا اشتري لفت، بس اول ما شفت نوع اللفتايه دي قلت لازم اشتري منه. وزي ما قلت لكم بقى جبت اللفت وعملت منه الورق بتاعه محشي، وكمان يعني استفدت بيه اللهم بارك يعني اقصى استفاده يعني. هنخش بقى بعد ما قلت لكم شطفته من الملح، هنخش على مرحله التخليل يا بنات. معايا بقى البرطمانات بتاعتي مجهزاه، ومعايا اللفت جنب مني كده جاهز، والملح والشطه. وكمان هقول لكم على خطوه مهمه جدا 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 لنجاح اللفت، مخلل اللفت. طبعا دي البنجرية انا هقطعها دلوقتي معاكم برضو. بصوا يا حبايب قلبي، الميه اللي هتخلي بيها اللفت يا حبيبه قلبي، الميه اللي هتخلي بيها اللفت لازم تكون ميه مغليه. يعني املي لك حله ميه كده على مقدار اللفت اللي انت شارياه، واغلي ميه على البوتاجاز، اغليها وبعد كده سيبيها لما تبرد تماما، اوعي تخلي بيها وهي سخنه. طب كده انا بقى اوريكم كميه اللفت اللي انا خليتها اللهم بارك. قطعت البنجرايه كده، قشرتها الاول بعدين قطعتها شرايح، وبدات احطها كده في قاع البرطمان، واحط حبه لفت وبعدين احطها تاني في نص البرطمان، وبعدين احط حبه لفت وهكذا. طيب مقدار حطيت الملح على الميه زي ما قلت لكم بعد ما غليتها ميه معقمه لازم، عشان تحافظ على سلامه اللفت ويطلع معانا كويس. واقول لكم برضو على تركايه مهمه جدا في تخليل اللفت، معلقه اضافيه هتضيفيها هتخليه معاكي بيقرش كده وجميل. بصوا حبايب قلبي، حطيت الميه زي ما قلت لكم بعد ما بردت تماما، حطيت عليها حوالي 7 معالق من الملح، 7 معالق، وحطيت عليها معلقه كبيره من الشطه البودر، وحطيت اللهم بارك معلقه كبيره من السكر. ليه السكر؟ هقول لكم السكر بيدينا قرشه كده في مخلل اللفت، وبيحافظ عليه كمان كماده حافظه، وكمان بيساعد ان هو يكون في قرشه كده، بيكون مقرمش مش طري. تمام يا بنات؟ طيب بعد كده بقى ضفت قلبت كله مع بعض، وبعدين ضفته على اللفت زي ما قلت لكم. والبرطمانات لازم تكون نظيفه وبنفس الشكل زي ما انتم شايفين كده. ببدأ بقى احط كده على كل غطا برطمان، احط كيس محكم واقفل عليه. لازم البرطمان يتقفل كويس جدا عشان ما ياخدش هوا. المخلل لو خد هوا قبل ما يستوي هيبوظ معاكي. تمام. وطبعا مرحله الرج كده ان انت ترجي البرطمان بالشكل دوت مهمه جدا جدا. يعني مثلا هعدي اول يوم وهو قاعد كده على القاعده بتاعته، وتاني يوم تقلبيه على وشه علشان تضمني ان ما يعملش ريم على الوش. يعني مرحله التقليب في المخلل دي ضمان ان هو ما يعملش ريم على وش المخلل. اللهم بارك، جميل جدا جدا، طريقته سهله جدا جدا وبسيطه. شايفين اللون يا بنات؟ اصبح وردي من لا شيء. هوريه لكم بقى بعد ما خللته. اللهم بارك طلع معايا عامل ازاي. احلى مخلل هتاكليه من ايديك يا حبيبه قلبي على طريقتي، طريقة ام عمر. اللفت بقى الجميل، شايفين جماله؟ شايفين لونه؟ اللهم بارك، الله اكبر الله اكبر على ده اللفت. جميل جدا جدا يا بنات اهو، لونه جميل وردي وحلو ازاي. ولا يا جمال القرشه بتاعته بقى، بصوا اللفتايه ماسكه نفسها ازاي، شايفين؟ تعالوا بقى اسمعكم صوت القرشه بتاعته. جميل جدا جدا. احلى مخلل لفت هتعمليه على طريقتي ان شاء الله. تعالوا بقى اوريكم حاجه كده ناس كتير قوي قوي بتعشقها. شايفين ميه اللفت يا حلوين؟ شايفين لونها عامل ازاي؟ في ناس بقى بتعشق ميه اللفت دي، بتشربها شرب كده. عايزه لكم جميله جدا جدا جدا. انا من عشاق اللفت بالطريقه دي وبالشكل دوت، يكون جميل جدا جدا. متنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو الجميل دوت، وشير لكل اصحابكم وحبايبكم. اشوفكم على خير ان شاء الله مع فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.